السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وصفتني الزلابية. أول ما نبدي راح نسوي الشيرة. الشيرة عبارة عن كوبين نفس هذا الكوب من السكر. طبعا انتم تختارون اي كوب يعجبكم او حسب الكمية اللي انتم راح تسوونها. كوب ماي، ربع ملعقة شاي لمندوزي، ملعقة اكل ماي ورد. هسه اشعل النار عليه واظل احرك بيه، مستمرة بالتحريك الى ان يذوب السكر تماما. واتركه يغلي. بس يبدي يغلي مثل هسه هنا وصل للغليان، اتركه يطبخ 5 دقائق كاملة الى ان يبدي يثخن. هسه راح اطفي عليه النار. كمل 5 دقائق طفيت النار. راح نسوي الخميرة. قبل لا نعجن نسوي الخميرة. ملعقة أكل خميرة وملعقة أكل سكر. كوب ماي دافي أحرك بيه حتى يذوب السكر والخميرة بالماء، وبعدين أتركه يختمر مدة 5 دقائق. هسه بعد مرور 5 دقائق راح تصير الخميرة بهذا الشكل، تصير بيها مثل الوغف. أضيف كوب طحين وكوب نشا. أظل أحرك بيه إلى أن يتجانس تماما ويصير عجينة، يعني لا هي ثخينة مثل الكيك ولا هي خفيفة. أظل أحرك بيها إلى أن تتجانس المواد. راح أضيف لها شوية يعني صبغ اللوزينة حتى يصير لونها نفس لون الزلابية اللي بالسوق، وهذا الصبغ يبقى يعني حسب الرغبة. هسه راح أغطيها وأتركها تتخمر. هسه هنا اختمرت عندي العجينة مثل ما تشوفون بهذا الشكل. طبعا إذا شفتوها خفيفة تقدرون تتحكمون بيها أنتم، إذا خفيفة أو ثخينة. إذا خفيفة ضيفوا لها يعني الطحين ونشا لحد ما تصير عندكم بالقوام المطلوب. وإذا شفتوها ثخينة خففوها بشوية ماي دافي. هسه راح أفرغها بكيس حلواني. اكو فد ملاحظة، الشيرة اللي خاصة بالزلابية لازم تكون شوية ثقيلة يعني ثخينة حتى لا تعجن الزلابية عندي. هسه ابدي اصبها بالزيت الساخن، يعني الزيت لا يكون حار كلش ولا يكون بارد، يعني وسط. اختاروا عين الطباخ اللي تكون وسط، يعني العين شوية صغيرة حتى تسوون عليها حتى تقلون عليها الزلابية. رأسا أطلعها من القلي أخليها بالشيرة. بالنسبة للقلي تبقى يعني الزلابية بالزيت فد دقيقة كافي، دقيقة وأطلعها. ما أخليها توصل مرحلة الاستواء، لازم تبقى محافظة على لونها الشفاف.
وهاي بعد ما خلصنا القلي وشوفوني هسه شوفونه شلون مقرمش، واتمنى تجربونه كلش طيب. لا تنسوني باللايك والاشتراك، ومع السلامة.